نبي من أنبياء الله دفن بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بسنوات، فهو النبي الوحيد الذي تم دفنه بعد خاتم المرسلين. كيف حدث هذا وسيدنا محمد هو خاتم المرسلين؟ ولم يأتي نبيا بعده أبدا. هذه إحدى أغرب القصص التي ستثير القشعريرة بجسدك، فهو نبي أغلبنا لا يعلم به ولا حتى باسمه ولا بقصته ولا بقومه ولا حتى بدعوته. إنه نبي الله من بني إسرائيل، والذي بشر بقدوم أعظم الخلق محمد صلى الله عليه وسلم قبل حتى أن يولد سيدنا محمد بأكثر من 1100 عام، وتنبأ بالمسيح ابن مريم قبل ميلاده ب600 عام، بل أنه تنبأ بنهاية العالم وكيف ستحدث. إنه النبي دانيال عليه السلام. فكيف دفن بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بالرغم من أنه قد مات قبله ب1200 عام؟ في بلاد فارس تبدأ القصة حينما فتحت مدينة شوشتر الفارسية في سنة 17 هجرية بقيادة أبي موسى الأشعري في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وحينما دخلوها وجدوا شيئا لا يتخيله عقل، شيء أثار صدمتهم وذهولهم وخوفهم. في مقام قديم جدا قد مضى عليه مئات السنوات وجدوا رجلا ميتا نائما على السرير وكأنه قد مات للتو، حتى جثمانه لم يكن باردا أو متيبسا، بل أن الأمر كان جنونيا ومرعبا، فشكوا أنه على قيد الحياة. ولكن لم يكن هذا الشيء الأكثر غرابة، فأخبرهم الأهالي بأغرب شيء لم يصدقوه. فكان حينما يتأخر هطول المطر وتبدأ المحاصيل الزراعية تجف، فكان الأهالي يخرجون جثمانه للخارج ليستسقوا به، فيهطل المطر بغزارة. هل هذه محض خرافة وأسطورة مضحكة؟ حينها قام الصحابة بإخراج جثمانه بالفعل لتمر دقائق، ووسط ذهولهم وانبهارهم يسقط المطر فعلا. حينها أرسل أبو موسى الأشعري برقية للخليفة عمر يخبره فيها بما حدث، فرد عليهم عمر أن دانيال واحدا من أنبياء الله، وأن أجساد الأنبياء لا تتحلل. فأمر أبو موسى بحفر 13 قبرا في أماكن مختلفة في النهار، ثم دفنوه ليلا في واحد منه، وأخفوا جميعهم حتى لا ينبش الناس قبره، فيخرج جسده للاستسقاء به حتى يهطل المطر. النبي دانيال كان وسيما وكان لديه أنفا طويلا جدا، وستصدم حينما تعلم سبب حدوث هذا. ولماذا لم يدفن النبي دانيال على مدار 12 قرن؟ فقد دعا النبي دانيال الله ألا يدفن إلا على أيدي أمة محمد، فتحققت دعوته بأغرب طريقة ممكنة. فسبحان الله تعالى. مولد النبي دانيال ومعجزة الأسود. حينما كان يدفن أبو موسى النبي دانيال وجد في يده خاتم عليه أسدان يلعقان رجلا ضخما، وحينما سأل عن سر النقش الغريب كانت القصة الأغرب. قبل ميلاد النبي دانيال ذهب المنجمون والعرافون للملك وقالوا له: سيولد طفلا في يوم محدد سوف يفسد عليك ملكك. ليقرر الملك أن يقتل كل طفل يولد في هذا اليوم تحديدا، فيولد دانيال مع عشرات الأطفال الآخرين. أسر جميع الأطفال المولودون في هذا اليوم ليتم قتلهم جميعا، حيث تم وضع كل طفل في قفص به أسدان، فأكلت الأسود الأطفال أحياء. وحينما ذهب الحراس ليروا ما حدث للطفل دانيال وجدوا الأسدان يلعقانه ويلعبان معه، بل أن الأسود حينما اقترب الحراس منهم قامت الأسود بقتلهم لتأخذ أم النبي دانيال ابنها وتهرب به. النبي دانيال أسيرا وحاكما. الملك نبوخذ نصر وهو أحد أعظم ملوك الأرض، حيث غزا أكثر من نصف كرة الأرضية. وفي يوم ما تم أسره من جيوش نبوخذ نصر، وتم الأمر بقتله بنفس الطريقة التي كان سيقتل بها وهو طفل، حيث كان الجنود يقومون بتجويع الأسود في حفرة ضخمة ثم يقوموا برمي الأسرى فيها حتى يتسلى الجنود وهم يشاهدون الأسود تلتهم الأسرى بأبشع طريقة. وحينما تم وضع النبي دانيال قام الأسود بلعقه والتودد إليه وسط ذهول ورعب الجنود، حتى بعد مضي أيام لم تحاول الأسود مهاجمته. كانت الأسود تتدور جوعا وعلى وشك الموت. وفي الصباح حينما عاد الجنود مجددا وجدوا النبي دانيال وهو يأكل الطعام، والأسود أمامها طعام من لحم وغزلان، فالطعام قد أرسله الله تعالى لنبيه وللأسود الجائعة التي امتثلت لوحي عظيم من الله.
فيخرج النبي دانيال من البئر هو والأسود، وتمضي سنوات يصبح في 10 الرجال الصالحين في بابل، بل أن نبوخذ نصر نصبه حاكما على بابل كلها، فكان يوحي الله له بأحداث ستتحقق في المستقبل. فحينما تم فتح قبر سيدنا دانيال وجد المسلمون كتابا ذكرت فيه أحداث كثيرة على مدار آلاف السنين ستتحقق في المستقبل، ومنها ظهور نبي الله عيسى وظهور خاتم المرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فسبحان الله العظيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.